تركني شهر ورجع اتصل، ارد عليه ولا ما اردش؟ طب تعالى نعمل حاجه حلوه مع بعض. فلو افترضنا ان احنا هنعاقبه على كل يوم سابق فيه بساعتين، فنضرب مثلا هنا ساعتين في 30 يوم، هيبقى عندنا بالظبط 60 ساعه عدم رد. فلو حسبناه مثلا نقول تقريبا 3 ايام مش هترد عليهم فيهم، يعني عاقبيه بقى اللي هو ايه، هرد عليك بس هرد عليك بعد 3 ايام. طبعا النظريه اللي بعملها دي من اختراعي ومن خيالي، حاجه عبثيه يعني، مش كل الناس تجربها، بس الفكره كلها ما نرجعش على طول حتى لو رحنا فيه. هو حب يرجع، اهلا وسهلا، تعالى اتفضل اتفضل، بس انا مش هاخدك بالاحضان، مش هرحب بيك زي الاول، بالعكس ده انا هكون اول حاجه غامضه معاك، تمام؟ مش هعبر لك عن مشاعري، مش هبين لك مدى اهتمامي، مش هبين لك حتى مدى حزني وزعلي تجاهك وتجاه اللي حصل ما بيننا في العلاقه، تمام؟ فالقاعده الاساسيه تكون انا مش هرد عليك في نفس الوقت، وفي نفس الوقت انا لما ارد عليك هيكون ردي مختلف، وفي نفس الوقت انا مش هبادر بالسؤال عنك. يعني تسالني مثلا ازيك عامله ايه، هقول لك الحمد لله، مش هقول لك بقى وانت. حته ان انا احرمه من السؤال دي بتبقى مهمه جدا في اثناء ما الشخص بيرجع لنا تاني، علشان اذا كان هو فاكر ان احنا ناس ضعيفه وهيرجع على طول يكسبنا وان احنا على طول قاعدين مستنيينه، فنثبت له ان الفكره دي غير صحيحه تماما سوري. وغير كده لازم يكون عندنا قوه شخصيه قدامه، تمام؟ ونخالف توقعات، واذا كان هو متوقع احنا نرجع بسرعه، اوكي انا بقى عملت العكس، انا ما رجعتش بسرعه. فعاقبيه ان هو سابق الشهر ده بانك تتغيري معاه، بحيث ان هو يعرف كويس ويستيقن ان التغيير ده مش منك انت، مش انت اللي بياعه فاتغيرتي، لا، اللي هو انا اتغيرت بسببك انت اللي عملت الشخصيه اللي قدامك اللي بتعاملك بطريقه وحشه دي، فاهماني؟ فخليكي ذكيه، وفي الاول وفي الاخر اذا اتعادل معاكي وبقى عايز يرضيكي باي طريقه، فكري فكره الرجوع. لكن لو رجع يجس النبض ويومين ويمشي، فمع السلامه، انا قلبي مش لوكاندا، ماشي؟